كل حاجه ماشيه بالعلاقات مش بالكفاءه. ده احساس صعب جدا، بس هو موجود في بيئات عمل كتير. انك تحس بالاحباط ان مجهودك وكفاءتك مش بيتم تقديرها، ده بيبقى احساس صعب جدا. لكن الاهم هو ازاي تتعامل مع الموقف ده، وازاي تخرج من الاحساس ده بذكاء شديد، وعشان ما تبقاش محبط دايما. يعني لازم تقيم الوضع قبل اي خطوه انت هتاخدها، ولازم تقيم الوضع بشكل موضوعي جدا جدا. هل فعلا الموضوع ليه علاقه ان دي علاقات مبنيه على الواسطه، ولا علاقات مبنيه على الظهور؟ بمعنى ان شغل الزميل ليك اللي انت متخيل ان هو مبني على الواسطه، لا، هو مجرد الراجل عارف يظهر شغله في شركتك قدام مديرك قدام زمايلك. فبالتالي هو مش شرط يكون مبني على الواسطه، بالعكس خالص، هو تعامل بذكاء في بناء العلاقات المهنيه. فلازم تكون انجازاتك واضحه في الشغل، لان الشغل الصح لوحده مش كفايه. لازم المدير والموظفين وكل المهتمين بشغلك لازم يشوفوا انجازاتك. لو شغلك ممتاز بس محدش شافه ومحدش يعرف عنه اي حاجه، انا اقدر اقول لك ان انجازاتك هتضيع. ازاي هتعامل مع الموقف اللي زي ده؟ الحقيقه لازم في البدايه اعمل اعاده تعريف للنجاح. يعني ايه ابقى ناجح في الشغل؟ اول حاجه، احيانا الناس بتحس ان الترقيه دي هي الهدف النهائي. بالعكس، الترقيه عمرها ما كانت هدف. لازم تعرف ان الترقيه مش هي المكافاه الوحيده. انت لو بتطور نفسك، ده بيعتبر استثمار في مستقبلك المهني بشكل عام. ممكن تستفيد من خبرتك دي في شركة تانية. مش لازم يعني ان انا بترقى في شركتي فدي اعظم حاجة في الدنيا، لا، انت ممكن تستفيد ده بخبرتك في شركة تانية، ممكن تديك تقدير افضل من اللي انت فيه. طيب، في نفس الوقت انت ازاي تخلي كفاءتك مرئية؟ انت ممكن تعمل حاجات كتير قوي قوي، من ضمنها ان انت توثق انجازاتك، بتعمل ملف لنفسك او جدول بتكتب فيه كل الانجازات اللي انت عملتها في خلال السنه، مثلا ساعه التقييم. ده هيساعدك في اي اجتماع بتتكلم فيه مع مديرك عن ادائك، او حتى لو قررت ان انت تقدم في وظيفه تانية. دي حاجه. الحاجه التانية برضو ان انت لازم تسوق لنفسك باحتراف. يعني ايه تسوق لنفسك باحتراف؟ يعني لما تخلص مشروع معين او نشاط معين او تاسك طلب منك او دور طلب منك، سواء من رؤسائك او من زمايلك، بتبعت ميل مثلا للمدير بتقول له انا خلصت الحاجه الفلانيه، كانت في مشكله وحليناها بالشكل الفلاني. ده بيضمن ان مديرك شايف ان انت خلصت الحاجه اللي انت المفترض كنت خلصتها. فدي تاني حاجه. تالت حاجه برضو ان انت لازم تشارك في الاجتماعات بفاعليه. مش لازم تتكلم كتير، لكن اتكلم صح. دي حاجه لازم كلنا يا جماعه نشتغل عليها. احيانا الاجتماعات بتتقلب كلام لمجرد الكلام، لا خالص. انت تتكلم في الاجتماع بس اتكلم صح، مش لازم تتكلم كتير. قدم حلول، اسال اسئله ذكيه. ده هيخليك تظهر كشخص عنده رؤيه، مش مجرد حد بينفذ التاسك الموكل اليه. طيب، حاجه كمان ان احنا نحاول نبني علاقات مهنيه صحيه. ده شيء مهم جدا في شغلنا، ولازم كلنا نبقى واخدين بالنا منه. يعني مش معنى كده ان انا لازم اقضي وقتي كله مع المدير بعد الشغل، او ابدا احكي له انا عملت ايه كل ما اقابله. لا، بالعكس خالص. لكن ممكن استغل فرص معينه عشان نتكلم مع بعض في الشغل، واطرح افكاري بشكل مباشر يقدر يوصل له ان فعلا الشغل اللي انا عملته هو تم بشكل ايجابي جدا. بعد ما اخلص كل الحاجات دي، انا ممكن بعد كده ابدا ابص على خطه بديله. لان انا ممكن بعد كل المحاولات دي برضو لسه الوضع مش متشاف، مفيش حاجه اتغيرت، فابدا افكر في خطط بديله للحاجه زي دي. يعني في النهايه انت محتاج تراجع هدفك بالظبط. هل هدفي النهائي ان انا اكمل في الشركه دي بالذات حتى لو الاحساس ده فضل مستمر معايا، ولا دي كانت مجرد خطوه بطور من نفسي بحيث ان انا اخد خطوه للامام؟ فمهم جدا 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 ان انت تبقى ترمومتر ان الاحساس ده فاضل معايا، فبالتالي انا مش هقدر اكمل، او لا، هو بيحصل تطور بشكل او باخر.